مساء الفل والجمال والزهور البرية الأوركيد والبنسية على أجمل شعوب الأرض. الفنان الجميل العالمي المثقف هذا الواعي صاحب تاني أكبر مكتبة في العالم، الفنان الجميل نور الشريف عليه رحمة الله، صاحب أيقونة العار وجري الوحوش وآخر الرجال المحترمين. في مذيعة من مذيعات الأنطاع مرة سألته بتقول له: أنا شايفة أن عادل إمام صاحب أعلى إيرادات في السينما وأعلى إيرادات، وهذا النجم الأوحد مفيش له مثيل يعني. فالفنان الجميل نور الشريف عليه رحمة الله رد عليها وقال لها: والله عادل إمام نجم كبير وإيراداته عالية، ودي أرزاق ربنا كاتبها في السماء لعباده يعني، ولكن انا شايف ان عادل امام واحمد زكي وكل الناس اللي انت ذكرتيهم دول ليهم سكه هم بيلعبوا فيها، يعني هذه السكه هم بيلعبوا فيها، وانا بلعب في سكه تانية، الا وهي ان انا ممكن بعمل افلام باللغه العربيه ومسلسلات دينيه زي هارون الرشيد وزي عمر بن عبد العزيز. انا شايف ان احمد زكي وعادل امام ما ينفعوش يلعبوا في الحته دي، فكل واحد ليه نطاق. افهم هذه المذيعه طبعا عليه رحمه الله، كلامه جميل وعلى راسنا من فوق، وهو ده الكلام اللي انا عايز اقوله من خلال هذا الفيديو لبعض الاخوه الالطاخ اللي طالعين يتكلموا وينظروا ويتفلسفوا، وهذا لا يمثل مصر. انا مش بشخصن الكلام لا سمح الله ولا لا قدر الله يعني، ولن اذكر اسماء ولن اذكر شخصيات، ولكن انا هتكلم على موضوع عام يا ريت اي حد بيشوف هذا الفيديو يفهمه ويعيه. واحد طالع بيقول: مين ده علشان يمثل مصر، وكيف يمثل مصر، ويمثل مصر وليه ياخد كل هذه الفلوس، وليه 50 مليون وليه 60 مليون وليه ليه. اعتراض طبعا على رزق ربنا اللي ربنا كاتبه لعباده في الارض، واخد لي بالك. تاني حاجه اللي الرساله اللي عايز اوصلها له: يا عم اجتهد. انت ما انت قاعد انت على هذه المنصه عمال تتفرج على ده وتتفرج على ده وبتشاهد ده وليه ده يطلع وده، وعمال تنظر. طب ما تجتهد، انت اجتهد، حاول ان انت تعمل لنفسك هدف، تعمل لنفسك كينونة، تعمل لنفسك كيان وتعمل زي ده. اتعلم من المقولة اللي انا قلتها لك بتاعت نور الشريف، حاول ان انت تجتهد في مكانك وتسيب غيرك في مكانه بيلعب براحته ويعمل اللي هو عايزه براحته. ربنا صرف لعباده في الارض جزء من عباده في الارض، ربنا صرف لهم القبول، ربنا صرف لهم خفة الدم، ربنا صرف لهم الكاريزما، ربنا صرف لهم المال والجمال والدلال. ما صرفلكش انت الحتة دي، خلاص حاول ان انت تجتهد في مكان تاني. مش لازم ان انت يعني تفضل تنظر وتتفلسف وكأنك انت الحارس بأمره في هذه المنصات. الناس بتكون من عناء اليوم ومن قرف اليوم ومن تعب اليوم، بتيجي على اخر اليوم عايزة تتفرج على شيء جميل يبهج نفسها، تتبسط، تعيش اسعد، تعيش لحظات سعيدة، تعيش في متعة، تعيش. مش لازم انت بقى تفضل بقى تخنق على الناس كده. مش جمال الدين الافغاني انت، يعني انت مش جمال الدين الافغاني علشان تفضل بقى تنظر على الناس وتتفلسف على الناس. شوف لك حاجه حلوه كده اعملها، يعني خصص نفسك يا عم في حاجه، يا عم القي شعر، اعمل موهبه، مثل على نفسك. واياك خدها نصيحه مني، اياك يكون ربنا مثلا مش حاطط فيك القبول ولا حاطط فيك خفة الدم وتفضل تزرع، عايز كده تبين ان انت دمك خفيف وتفضل تنكت وتقول حاجات كده غصبا عن عين الناس. اياك، منظرك هيكون بايخ، منظرك هيكون لطخ، منظرك هيكون رخم. ربنا ما صرفلكش القبول، خلاص هيصرف لك حاجة تانية. ربنا اصلي بيوزع الارزاق على عباده بالتساوي، يعني بالتساوي. فانت ربنا ما صرفلكش القبول، وايه المشكلة؟ عادي. زي علاء الدين جاي خدني من كام يوم بالبتاع، كان هيوصلني على البوابة، ركبت معاه العربية ففضل يقول نكت بايخة، عنده قلاشات وحاجات غريبة مش عارف ايه. يقول لك انا كنت راكب على الدائري، انا كنت راكب على كنت راكب، واحد بيقول لي انت ليه مش راكن على المحور، فقلت له اصل انا هركن على دريم. ايه يا عم في ايه يا عم علاء؟ ايوه افهم الفيديو ده وشوف الفيديو ده وشوف الكلام اللي انا بكلمك فيه. على فكرة انت ممكن هتكون اكيد متخصص في مكان تاني وربنا هيكتب لك فيه السلامة يا عم علاء، ولكن ما تفرضش نفسك بالعافية.